ولاد الناس بيحكموا مصر لأول مرة. ده كان خبر زمان سنة 1278 بعد وفاة السلطان بيبرس وتولي 2 من أبنائه حكم مصر. الأول الملك السعيد ناصر الدين، والتاني الملك العادل بدر الدين، ودول كانوا أول ولاد ناس يحكموا مصر. كلنا بنقول كلمة ولاد الناس دي على الناس المتربية أو اللي من عيلة كبيرة، ولكن أصل كلمة ولاد الناس بترجع للعصر المملوكي. المماليك هم عبيد اتخطفوا وهم صغيرين من بلادهم اللي موجودة في آسيا الوسطى أو في جنوب روسيا أو في تركيا، اتجابوا عن طريق الجلابين لمصر واتباعوا في الأسواق، وخدوهم اشتروهم السلاطين عشان يتربوا في القصر السلطاني على الشريعة الإسلامية وحفظ القرآن والفنون القتالية، ويبقوا في المستقبل جنود وأمراء السلطان. أول مثال للمماليك اللي وصلوا لسدة الحكم كان طولون أبو الوالي أحمد بن طولون، مؤسس الدولة الطولونية في مصر. بيجي بعد كده الغزو المغولي وبيزداد عدد المماليك في البلاط السلطاني، بيترقوا ويوصلوا لأعلى المناصب في أيام الزنكيين في الشام والأيوبيين في مصر عشان يوصلوا لأعلى المناصب. وفعلا بنهاية الدولة الأيوبية بتستولي على الحكم شجر الدر اللي تعتبر أول مملوكة تحكم مصر. دولة المماليك تقريبا بتبدأ من سنة 1250 لحد ما بيجي الغزو العثماني سنة 1517، تستمر تقريبا 277 سنة، اللي بتتقسم لفترتين. الفترة الأولى هي فترة السلاطين المماليك البحرية نسبة إلى قلعة البحر اللي اتبنت على ضفاف النيل في عصر الصالح نجم الدين أيوب، وكان مماليكه بيسكنوا القلعة دي فتسموا المماليك البحرية على اسمها، ودي تقريبا بتقعد حوالي 132 سنة. بيجي بعدها فترة المماليك البرجية أو المماليك الجراكسة، وده بيرجع تسميتهم بسبب إن هم كانوا بيبقوا قاعدين في أبراج القلعة ونسبة إلى أصولهم الشركسية. فترة المماليك البرجية تقريبا بتستمر 135 سنة. نرجع تاني بقى لولاد الناس. ولاد الناس دول هم الجيل التاني من السلاطين والأمراء المماليك، وده الجيل اللي ما مستهمش العبودية، فكانوا بيتسموا ولاد الناس لأن تسمية المماليك كانت بتسمى على اسم النخاس اللي باعهم أو الأمير اللي اشتراهم. فولاد الناس كانوا بيتسموا عادي بأسماء أبائهم لأن أبائهم معروفين، فكانوا بيتسموا ولاد الناس. اللي كان بقى بيوصل للحكم من ولاد الناس دول بيتسمى سيد الناس أو الأسياد. الأسياد دول في جزء كبير منهم حكم مصر، ولكن لفترات قليلة جدا نسبة للسلاطين اللي مستهم العبودية. تقريبا في الفترة المملوكية الأولى بيحكم ولاد الناس أو الأسياد لمدة 40 سنة بس من 132 سنة، وفي الفترة الثانية بيحكموا 14 سنة بس من 135 سنة. آخر سلطان من الأسياد حكم مصر كان السلطان محمد بن قايتباي، وده ليه قصة لوحده هتعرفوها في حلقة السلطان السفاح. من أشهر السلاطين الأسياد اللي حكموا مصر السلطان الناصر محمد بن قلاوون اللي حكم مصر لمدة 58 سنة. السلطان الناصر محمد بن قلاوون خلف 11 ولد، منهم 8 حكموا مصر. قبل ما يموت السلطان الناصر محمد بن قلاوون كان ليه 4 بس من أبنائه البالغين القادرين على تولي الحكم: أبو بكر وأحمد وأنوك وإبراهيم، وكل واحد فيهم ليه قصة. هنبدأ بأبو بكر اللي تولى السلطة على طول بعد وفاة أبوه السلطان الناصر محمد بن قلاوون بناء على رغبة السلطان قبل ما يموت. وده كان راجل بيحب الهلس والمسخرة وبيحب النسوان والرجالة، ما كانش بيفرق ما بين نسوان ورجالة، واللي أدى طبعا إن الأمراء المماليك يسيطروا تماما عليه وما يقعدش أكتر من 2 شهر ويتقتل. بيجي يمسك بعد أبو بكر أخوه الصغير اللي عنده 5 سنين اللي اسمه علاء الدين كوجك، وطبعا بيبقوا الأوصياء عليه هم الأمراء المماليك اللي كانوا بيستغلوا الحتة دي عشان يسيطروا على الحكم، فبيعزلوه وبيمسكوا بعديه الأمير أحمد اللي كان معروف عنه برضو إن هو طايش، وكان بيحب مملوك عنده اسمه شهيب وكان بيصرف عليه. فبيجي كمان الأمراء المماليك يعزلوه ويقتلوه، ويمسك بعديه إبراهيم أخوه اللي بيموت بالجدري، وبعديه أنوك اللي ما بيستمرش كتير وبيموت برضو بسبب المرض. بعد كده بيروح الحكم سنة 1345 للأمير شعبان اللي بيسمى بعد كده السلطان الكامل
شعبان. والسلطان الكامل شعبان ده كان ليه برضه حكايات وروايات. كان معروف عنه برضه إن هو بيحب المسخرة وبيحب الستات، لدرجة إن هو كان عايز يتجوز أرملة أخوه اللي كانت في نفس الوقت أخت مراته، لدرجة إن مراته نفسها رفضت لأن ده ضد الشرع إن هو يجمع ما بين الأختين، فقام مطلق مراته ومتجوز أختها. كمان كان بيطلع بره القاهرة عشان خاطر يعمل سهراته الماجنة الخاصة في الجزيرة الوسطى في وسط النيل، ويبعد عن الأحياء المحافظة اللي جوه القاهرة. فكان بيعمل أكواخ عشان يمارسوا فيها الرذيلة والمجون اللي كانت بتسمى بالزملك. وبعد كده اتعرفت الجزيرة الوسطى في النيل باسم الزمالك بناء على الأكواخ اللي كانت معمولة لممارسة الرذيلة. بيفضل الحكم في أولاد الناصر محمد ابن قلاوون يروح من واحد للتاني لحد ما بينتهي حكم سلسلة الناصر محمد ابن قلاوون سنة 1361 على إيد السلطان حسن، آخر سلالة الناصر محمد ابن قلاوون، اللي بيسيب لنا تحفة معمارية من أجمل المساجد الموجودة في القاهرة المملوكية، هو مسجد السلطان حسن.